احنا بنقولها كده في العاميه، ربنا عرفوه بالايه؟ مش عرفوه بالعقل. ده انا جدي متربي على السمنه البلدي. خلي بالك الحياه العصريه اكتر فاكتور مميت فيها هو الاسترس. كمريض سكر سيبك من الدواء، انت كلك كده بطرمان نوتيلا زي الفل وهتبقى زي الفل. اهلا وسهلا وحلقه جديده من ميزان الصحه. اول ما بنسمع كلمه تغذيه بيجي في بالنا على طول الدايت والحرمان او شكل الجسم من بره الميزان، لكن الحقيقه للتغذيه اعمق بكثير من مجرد ارقام على شاشه او سعرات حراريه بنحسبها في الطبق اللي بنتناوله. التغذيه هي لغه التواصل اليوميه بين الاكل اللي بناكله وخلايا جسمنا. هي الميزان الحقيقي اللي بيحدد جودة حياتنا، طاقتنا وحاجتنا المزاجية. النهاردة بنتكلم على خرافات التغذية. معانا ومعاكم الدكتورة جيهان مكاوي، استشاري التغذية العلاجية، وهتكلمنا على الخرافات اللي موجودة على السوشيال ميديا. كل واحد النهاردة ممكن ينزل على السوشيال ميديا كل كذا عشان يعمل لك كذا، ما تاكلش كذا عشان ده بيضر كذا. لو اتكلمنا على هذه الخرافات وعايزين نقول ايه الصح وايه الغلط في التغذية العلاجية السليمة. طبعا يعني اولا اهلا بحضرتك. كل حاجه مليانه القيل والقال. السوشيال ميديا سهلت ان اي حد يمسك مايك وتليفونه ويقول اللي هو عايزه. احنا بنصدق ايه هنا؟ ميزان العقل بقى، يعني ميزان العقل عشان نوزن ميزان الصحة. هنفلتر الكلام اللي هيتقال باللوجيك والمنطق، واي حد عايز يقول لي اي حاجة عليه اثباتها. ما حدش يقول لي انا رأيي كده. احنا هنا مش بسألك على رأي حضرتك في الالوان عشان تقول لي رأيي، انا لا، انا عايز حضرتك كمرجع. بتقولي لي على الخرافات دي، لازم تقولي لي ان يعني لازم نبقى في حسباننا ان المتلقي زي الغرقان. يعني واحد يكون عايز حاجه زي الغرقان في الميه، فما بيصدق حد يقول له على معلومه حتى لو خاطئه فبيمسك فيها. وخاصه لما نيجي نقول ايه، انا بدي لك حاجه طبيعيه 100%. فكلمه طبيعيه 100% دي كلمه مطاطه قوي، وخاصه ان كل المنتجات اللي موجوده في السوبر ماركت الكبيره جدا مكتوب عليها طبيعيه 100%، علما بانها ممكن تكون على الرف بقى لها 6 شهور. ما هي هنا هو ده بقى دورنا، يعني مش اي حد هيقول اي حاجه همشي وراه. ما أنا مش احنا بنقولها كده في العاميه، ربنا عرفوه بالايه؟ مش عرفوه بالعقل. فاولا مبدئيا كمان الناس عمرها ما تتفق على اي حاجه في الدنيا، بدليل ان في ناس ملحدين مش مؤمنين بوجود الله. مفيش حد هيتفق على حاجه، بس في الاخر كل واحد بياخد اللي على مزاجه. صح؟ اكيد انك بتتلقى بميزان عقلك ومزاجك. ما يترتب على ذلك مسؤوليتك الشخصيه. يعني ايه؟ انا قلت لك كمريض سكر سيبك من الدواء، انت كلك كده بطرمان نوتيلا زي الفل وهتبقى زي الفل. هل ده منطق؟ هل احنا كده اي واحد مهما اختلف مستواه الثقافي والتعليمي مش عارفين ان مريض السكر عنده شره للسكر بس هو المفروض ما ياخدش سكر؟ كلنا عارفين، صح؟ مش محتاجه ان انا اكون خريج اي حاجه يعني. طيب لما حد يقول لي وقف الدواء، طب هو قبل الدواء ده كانت الناس بتعمل ايه؟ كانت بتموت من مضاعفات السكر. السكر كمرض بيقول لك ممكن يبقى صديقك. صديقك يعني ايه؟ مش هتحبه بس هتتعايش معاه. السكر فيه عيب سوري، ان السايد افكتس او الاضرار اللي هتحصل من السكر مرتبطه بحاجتين. مرتبطه بمدى الزمني للاصابه بالسكر، وفي خلال المدى الزمني ده التزامك كان شكله ايه. يعني لو واحد عنده 10 سنين سكر بس هو ملتزم، الاضرار اللي هتحصل له. وبدليل الناس بتقول لك السكر صديق،
فلو انت اتعاملتي معاه كويس ما ده اللي هتعيش بقوله تعايش لحضرتك معاه. بالظبط. بس هو العكس بقى تماما، ان واحد يجي يقول لك ايه، كل بصل الصبح على الريق، اشرب ميه. ده انا بكلمك في حاجات طبيعيه 100%، ما بقولكش اعمل حاجه. انا لو خدت الحاجات الطبيعيه دي مش هتضر. هل ده يعني عايزين نقول للناس بس ان في الاخر يقول لك ما انت بقول لك حاجات طبيعيه وانا بقول لك اعمل حاجه بس هي مخالفه؟ حاجات طبيعيه، اه، بس انا جسمي، يعني لو انت هو ده مريض، بقى عايزين نقول لو للناس انت ان مريض جينات قولون، الجسم مش كل الناس مش زي جينات، بعض. انا مش كل الناس زي بعض. مش هرمي على الجينات قوي، مم. لان دي طلعت موضه. اصلا انا جيناتي تخينه، اصل فلانه جسمها حلو عشان جيناتها كده. جيناتها كده ايه؟ وحد بيحافظ على اكله وبيعمل رياضه ما يبقى زي الفل. الجينات دي بتمثل ايه؟ الاستعداد. يعني ايه؟ اللي اهله عندهم سكر عنده استعداد يجي له سكر. حاجه استعداد، وراثيه. استعداد. يعني في حاجات ما قلتش ان هو في جاله سكر، بس في بس لو هو عامل كل وراثي غلط، من ضمنه. لو هو كل غلط جاب طبعا السكر. اكيد. لو كل صح وانتظم ورياضه حتما هيجي له سكر. مع لا، العلم بس ان السكر ده ممكن يبقى سكر عصبي وممكن يبقى سكر مرضي يعني. في كل الحالات انا بيحكمني تحليل. مم. انا ماليش دعوه هو جه ليه، اصلا انا زعلت فجاه، ماليش دعوه. انا في الاخر ليا ايه؟ ليا تحاليل. هل انت لما راح الضغط العصبي راح السكر؟ هو السكر جه؟ لا، انا بتكلم على الخرافات المنتشره على السوشيال ميديا. يعني اللي عنده ضغط، لا ابقى كل كذا الصبح، ما تاكلش كذا. اول ما تقوم من النوم الصبح ابقى خد ميه دافيه حط عليها بصله، ابقى بيت في بص اقول ابقى. لحضرتك حاجه، هي دي الخرافات اللي احنا بنعالج بيه نفسنا من السمنه والنحافه هي عارف عيب الخرافه في ايه؟ في ان هي اتصدقت واتطبقت بالعموم. مفيش عموم. التعميم لغه الجهلاء. مفيش تعميم. يعني لو انت مريض قولون وخدت بصل، ها مم. هتلعلع يبقى مش كل حد هياخد كل حاجه. هتاخد ميه على الريق، حلو جدا، برافو. هتاخد قد ايه؟ انت ظروفك بقيه الصحيه، رغم ان الميه دي اقل الحاجات في العالم ممكن يبقى عليها خلاف من شخص لشخص، كمان اقل حاجه في الدنيا. فعلا الميه العنصر الامن في كل عناصر التغذيه، عنصر امن. وكل ما تاخد ميه كل ما جسمك هيستفيد، الا لو انت عندك محاذير. محاذير دي حاله الكلى، عندك مشكله ما. لكن ان جنرال لو هاخد ميه يا ريت، حلو جدا ياخد. بس هتقول لي احط عليها توم، احط عليها بصل، انت ظروفك ايه؟ خلي بالك، هو التوم والبصل ايه اهميتهم؟ طبعا فيهم فيتامينز ومضادين اكسده. يعني خد الصبح اول ما تقوم من النوم اعمل تومتين وبلعهم، دول بيعملوا لك ايه؟ فالناس تقول لك لا ده ممكن يجيبوا لك قرحه. هو المشكله انك طول الوقت هتفضل بتتجشأ ريحه التوم. هي دلوقتي الحكايه دي اتحلت بطريقه الطف شويه، ان بقى فيه المستخلصات دي في صوره حبوب ما بتعملش طعم التوم اللي يفضل طالع في نفسك. وبعدين الحقيقه يعني بس ده مفيد يعني. التوم مفيد كأنتي اوكسيدنت، مضاد اكسده رائع. لا، مفيد ان الواحد ياخده الصبح اول ما يقوم من النوم. انت يعني عندك ايه مشاكل؟ عندك مشاكل مع القولون؟ يعني اللي بياخد حقنه فبيتعمل له اختبار حساسيه. ايوه، عشان نقول الحقنه دي ياخدها ولا ما ياخدهاش. عشان كده فيا جماعه مش كل حاجه بتبقى تعمم مع كل الاشخاص، يعني مع كل الناس. دي اهم نقطه. محدش يجي يفرض عليا الحاجات اللي لاقت عليك مش بتروح تلوق عليا. وده وظيفه طبيب التغذيه، ان ليه بيقعد معاك يعرف حالتك، يعرف انت. في ناس ما بتشبعش غير لما تاكل عيش فور اكزامبل، بالنسبه لها الاكل عيش، يبقى لازم ادخل في نظام التغذيه بتاعه عيش. ايه ده هينفع؟ مقدار ونوع. هقول له ما تاكلش فينو، كل العيش الحبه الكامله. يبقى كل واحد ليه ظروف. تحاليله بتقول ايه؟ انا بقرا تحاليل. عشان كده لما حضرتك بتقول لي سكر سواء عصبي واتس ايفر هو جه. لا، انا اقصد ان السكر العصبي مش سكر استمراري. لا، هو لما بيجي ما بيروحش. لا، العصبي مش استمراري غير السكر لا المرضي. هو ايه هو السكر؟
قدره البنكرياس على افراز انسولين تمام. وتعامله مع مدخلات السكريات قلت. فخلاص العيان ده قدره الانسولين قلت، البنكرياس مش قادر. في العصبي ما اعتقدش بتبقى حاله عارضه وترجع تاني. اللي لأن هو مش هيحدد ده دايم. ايه؟ اللي هيحدد ده ايه؟ مم. ان انا اقدر اشوف تحاليله. ما هو التحاليل دي بتاعت العصبي بتديني سكر عالي، لما بيبقى في حاله اتزان ما بتلاقيه في التحليل التاني ما تلاقيهوش. ما هو ده لو غير هو التحليل التراكمي ده احنا بنعمله للسكر، فيقول ده السكر ده بقى له 3 شهور كذا 6 شهور كذا، ده ليفل ما بينزلش يعني، او تراكمي على مدار زي شفت حضرتك قلت ايه؟ تراكمي. فلو انا العيان ده جاي يقول لي انا النهارده عندي سكر، بس انا قبل كده بشهر كنت زي الفل، وريني السكر التراكمي بتاعك. هو ده اللي هيفرقنا عن بعض. سكر التراكمي بتاعك عالي، لا يبقى انت كان عندك سكر مش عارف. انا ماليش دعوه انت اكتشفته امتى، هو في الجسم من امتى. لو احنا حبينا نلخص اللي حضرتك قلتيه دوت في خرافات السوشيال ميديا، يعني عايزين نقول للناس لا خدوا بالكم، مش كل حاجه بتتقال على السوشيال ميديا تنفع معايا، واللي ينفع معايا ما ينفعش مع حضرتك. طب أنا حتى لو هي نصايح الاجداد اللي كانوا عايشين بيها قبل تطور الطب، نقول لهم ايه؟ في نصايح من الاجداد الحقيقه الطب طبعًا اثبت طبعا ان هي ات واز جود وتعالوا نعملها تاني. بس برضه الاجداد يقول لك ده انا جدي متربي على السمنه البلدي وعاش ل 120 سنه، كان بيعمل ايه؟ مجهود عضلي وبدني. ما كانتش السمنه المهدرجه النباتي، كانت سمنه من مصدر حيواني، سمنه طبيعي. فما تاخدليش لا تقربوا الصلاه وما تكملش، لا هتعيش عيشه جدك باكل جدك، اعمل مجهود جدك. ما كانش بيركب حاجه من اول الشارع لاخره، كان بينام بيمشي الساعه كام والساعه كام، وبيمشي عدد ساعات شكله ايه. لا وكان في مواقيت للقيام والنوم يعني بالظبط. فاحنا النهارده ما فيش. ما تاخدليش بقى هو كان عايش على السمنه يعني البلدي الحاله بتفاصيلها بتفاصيلها، المجهود العضلي والبدني، المجهود الذهني والاسترسز. خلي بالك الحياه العصريه اكتر فاكتور مميت فيها هو الاسترس. بس يعني لو عندنا الاسترس ده عدد كتير قوي من الامراض هيختفي. فاحنا لازم نتعامل مع ان الفاكتور ده موجود في حياتنا شئنا ام ابينا، جزء من العولمه. طبعا انا متاثر بحرب روسيا واوكرانيا وانا قاعد هنا شايف ضرب مين فين ومتاثر وعامل هم النهارده وبكره. خلاص الاستريسز بقت صدوق يعني. فمش هنعين الفاكتور ده، وده الفاكتور اللي بيجيب 5/4 الامراض. استرس، الضغط النفسي والعصبي، الاوفر ثينكينج، طول الوقت بفكر، ما بقاش بمزاجك. انت زمان كان الراجل عايش في قريه، ابنه هيجي يتجوز هيبني له اوضه جنبه وهيروح يخطب البت ديت ببيع محصول القمح، والعيال الدنيا كانت بطريقه ابسط. النهارده لا، انت حامل هم ابنك هيتخرج، هيلاقي شغل، هيسكن فين، هيتحرك ازاي، حاجات كتيره قوي. يعني التطور بقى اكثر ستريس على للاسف الشديد. زي ما فادنا يعني، هو الموبايل ما فادكش طبعا، البساطه مش الموبايل فادك طبعا، بس بقى بيجيب لك حاجات مش لطيفه كتير. فكل حاجه مليانه بده وده. المشكله ان احنا ما نعرفش ناخد جزء ونسيب جزء. يعني العولمه اللي خلتك عرفت ان طلع تطعيم لكورونا النهارده الصبح هي اللي جابت لك الكورونا اصلا. عالم صغير ومفتح على بعضه للاسف الشديد. يا ريت كل واحد يقول لنا تجاربه مع هذه الاشاعات والخرافات. والدكتوره جيهان تفتينا بقى في هذه الاشاعات والخرافات، ايه رايك يا دكتوره؟ يا ريت، لان كل واحد عنده مصادره الخاصه. فتعالى نقول كل واحد سمع عن ايه، طبق ايه، واحنا نوزن الكلام مع بعض. احنا مش عايزين على الميزان. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعلم الاسلوب المنهجي العلمي لتقييم الاشياء، لان احنا مش هنقدر نقول كل الخرافات اللي في العالم، بس هنتعلم مع بعض ازاي نقيمها، ازاي نعرف الصح من الغلط بطريقه بسيطه.
بطريقه منطقيه ومنهجيه، علشان مش النهارده، عشاننا بكره. لان احنا لو قلنا كل الخرافات اللي في العالم النهارده، ده مش معناه ان في 100,000 خرافه تانية هتطلع بكره الصبح. اكيد. فاحنا عايزين نعلم الناس ونتعلم معاهم ازاي نقيم ونحط الحاجه على ميزان صحتنا، مفيش اغلى منها، طبعا خلينا نحافظ عليها. اكيد، ونعقل كل اللي بنسمعه يا جماعه. مش كل اللي بنسمعه لازم نؤمن بيه، لان في حاجات كتير قوي يعني زي ما بنقول كده الغرقان بيتعلق في قشايه. فاي حد بيسمع اشاعه يا عيني وهو مش دري، فبيحاول ان هو يتمسك بيها مع ان هي مش صح، ممكن تضره. فيعني احنا بالظبط. في انتظار كل حد عايش مع اشاعه او خرافه غذائيه او طبيه، واحنا نناقشها مع بعض. دكتور جيهان، الحوار مع حضرتك ممتع وجميل. بس طبعا يعني بنوعد الساده المشاهدين ان انتوا بس الاول قبل ما نختم الحلقه، يا ريت ما تمشوش ورا الخرافات اللي على السوشيال ميديا، لان زي ما الدكتوره جيهان قالت كل واحد عنده، يعني احنا مختلفين كبشر في التركيب والجينات والتواجد اللي موجود في القريه غير اللي موجود في المدينه، غير اللي موجود في مصر، غير اللي موجود بره مصر. مش كل حاجه على السوشيال ميديا علاجيه بتنفع كل الاشخاص، لان احنا مختلفين يعني. فاعقلها زي ما يقال، يعني اعقلها وتوكل. كل حاجه لازم تعقلها الاول، ده ينفعني ولا ما ينفعنيش. شكرا جزيلا دكتور جيهان، ونورتينا، والى لقاء جديد يعني ممتع. شكرا جزيلا.